السلام عليكم. السؤال ده جميل قوي ومهم لان كل طلبة الامتياز والتكليف بيسألوني نفس السؤال، حتى في ناس بتبقى في اخر سنة الكلية بيسألوا نفس الكلام. انا مش عايز اسافر، فانا اعمل ايه في فترة الامتياز دي؟ طيب، فترة الامتياز دي فترة اعدادك عشان تتخرج وتبقى طبيب عام. الطبيب العام ده مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه انه يعرف ياخد هيستوري كويس، يعرف يعمل اكزامينيشن كويس في كل التخصصات، ويعرف يعمل يطلب انفستيجيشن او يعمل ريفير، ويعرف يدي ميديكال تريتمنت للحالات البسيطة، ويعرف يشوف او يطلع الحالة الارجنت او الحالة اللي فيها طوارئ او الحالة اللي فيها تهديد لحياة المريض من وسط الحالات البسيطة. كل المهام اللي انا قلتها دي اهم المهام في المجال الطبي كله. وبالتالي انت محتاج حاجتين: كلينيكال نوليدج وكلينيكال سكيلز. كلينيكال نوليدج يعني محتاج تكون عارف جنرال لاينز في الميديسن، في البطنة وفي الجراحة وفي الأطفال وفي النساء. ومحتاج تكون عندك سكيلز، يعني محتاج تكون بتعرف تعمل فيتال ساينس، بتقيس ضغط، بتعرف تعمل يعني الحاجات البسيطة، تعرف تركب قسطرة، تعرف تركب كانولا، وإن كان الحاجات دي مش دورك بس لازم تكون بتعرف تعملها. تعرف تقرأ اي سي جي كويس، على الأقل تكون عارف الحاجات الفايندنج اللي تقول ان العيان ده ام اي او العيان ده في حاجة طوارئ ولا لا، وهكذا. طيب، ايه الحاجة اللي بتعد او البلاد اللي بتعد نفسها للجي بي؟ يعني هل في بلاد عاملة منهج مخصص للشخص اللي داخل عايز يبقى طبيب عام ده، او عايز ياخد رخصة مزاولة المهنة في البلد؟ ايوه، قال لك البلاد الاكبر بلدين او اقوى بلدين عاملين امتحانات كويسة جدا هي امريكا، وده من خلال يو سي ميلي، وبريطانيا ده من خلال الايه البلاب. ودي امتحانات بتشمل البيزك ساينس والكلينيكال نوليدج. فانا مش هسافر امريكا ومش هسافر مثلا بريطانيا ومش عايز اسافر اي حته، بس انا محتاج ابقى دكتور جنرال براكتيشنر عشان اتخرج واخد تكليف واشتغل في وحده، وبعدين اقرر بعد كده هبقى اتخصص ايه بالظبط. فليه هدور على مصدر جديد؟ ليه اروح اجيب كتاب اوكسفورد او كتب، مش عايز اقول اسامي كتب معينه، كاتب لي ازاي تدي لحالة ايه كذا وبالعربي وبالانجليزي؟ هو ما بيعلمنيش اي حاجة، هو مجرد بيقول لي عندك عيان بيكح اديله كذا، عندك عيان عنده جاسترونترايتس اديله كذا. ده مش طب، ده مش طب. انت مطلوب من حضرتك تعرف تفكر. دورك الاساسي كطبيب ان انت تعمل ديفرنشال دايجنوزس، وتعرف تعمل فلتريشن للكيزز، ايه الحالة الريد او الحالة الطوارئ، وايه الحالة المايلد، وايه الحالة اللي ممكن تيجي في العيادات، وايه التدخل السريع اللي انا اقدر اعمله. عيان عنده نيموثوركس، عيان عنده اريزميا، عيان عنده ام اي، ايه اللودنج والحاجات دي كلها. وبالتالي في مناهج موجودة جاهزة اخدها اذاكرها حتى لو مش هيمتحن. انا قلت قبل كده مش لازم كل واحد بيذاكر معادله يوسملي او بلاب يكون هيمتحن. انت بتذاكر عشان ترتب دماغك. انت اتخرجت واخد معلومات كتيره جدا من الكليه بس مش مترتبه كويس، مش بتؤهلك ان انت تبقى طبيب بشكل منظم. هي مدينك معلومات واحده من اليمين واحده من الشمال مش مترتبه. اللي انت عايز تعمله ان انا عايز ارتب المعلومات دي في شكل كلينيكال، واخد الحاجات المهمه جدا اللي هتفيدني. وده موجود في الامتحانات اللي هي بتاعه رخصة مزاولة المهنة سواء في أمريكا أو بريطانيا. دول أفضل امتحانات ممكن أذاكرها. أجيب سورس المذاكرة ده اللي هو غالبا هيبقى بنك أسئلة ونوتس. الناس اللي بتذاكر الامتحانات دي زي في المعادلة الأمريكية في نوتس، ومثلا في النوتس مجمعة شباتر. الميديسين ممكن أقرأه كويس وبعدين أحل عليه وهكذا. المطلوب مني ان انا اعرف افكر. لما يجينا عيان برزنتيشن معين اقول العيان ده في شيست بين، لا في ديزنيا، في الساتوريشن بتاعه عامل ايه، ده ممكن يكون لا مايوكاردن انفاركشن، لا ده ممكن يكون بالمونري امبوليزم. يبقى انا بعرف افكر وبعرف اعمل ديفرنشال دايجنوزس وبعرف اعمل اسسمنت العيان. لكن ان انا اعتمد ان انا اصل انا عايز اخد عظام او اصل انا عايز اخد جراحه واروح اقعد طول الامتياز او طول التكليف وانسى ان انا دكتور جي بي، وبعد ما اتخرج الاقي نفسي مضطر اخد تخصص تاني، او حتى لو خدت التخصص ده فانا الحاجات البيزكس الاساسيه اللي المفروض ابقى عارفها او المعلومات العامه ان انا كده كده هتعامل مع المريض فيها. المريض هيجي لك مثلا جاي يعمل عمليه وهو مريض ضغط وسكر وحاجات تانية كتير، مش هيجي لك مريض بس جاي عشان تعمل له جرح
او عشان تعمل له عمليه في عظام، او مريضه بالذات النساء مثلا مش هتجيلك بس عشان هي جايه بريجننت او حامل وهتعمل ولاده. فالمقصود كله ان انت مطلوب منك ان انت تاخد المحتوى بتاع امتحانات مزاوله المهنه ده وذاكره. مش لازم بمذاكره ان انا داخل الامتحان قوي، بس على الاقل الهيدلاينز الاساسيه، المواضيع المهمه اللي انا لازم ابقى عارفها، ما ركزش على حاجات ملهاش لازمه كتير. ازاي افكر، كل المعضله ازاي افكر، ازاي اخد قرار في عيان، ازاي يعني انك تقول لعيان امشي انت كويس، دي مسؤوليه كبيره جدا قدام ربنا قبل قدام اي حد تاني. عيان جاي لك بشيست بين وانت مش عارف تاسس العيان ده تيبيكال شيست بين ولا اتيبيكال، والعيان ده محتاج حد كارديولوجي، مش محتاج، العيان فيه ايه بالظبط انت مش عارف. فانت محتاج ده كلينيكال نوليدج الاول، تبقى واقف على معلومات قويه وسكيلز، ده من خلال بقى ان انت بتحضر في مكان بتشوف الهاند سكيلز الناس بتعملها ازاي وهكذا. ده ملخصا اللي هيزودك ويخليك شاطر ايا كان. بعد كده بقى لو انا خلصت وذاكرت اللي انا بقول عليه ده واتخرجت وبقيت في تكليف وبعدين اخدت اي تخصص، هتبقى شاطر. ده قولا واحدا. ليه؟ لان انت عندك البيزكس في كل تخصص كويس، وبتعرف تفكر وتعلمت ان انت ايه تذاكر ازاي كويس. لو اول مرة تشوفني اعمل لايك وفولو اكسبلور، ولو عندك اي سؤال طبي سواء بعد التخرج او في الكلية او له علاقة باي حاجة في الميديسين يعني في الطب، سيبه. السلام عليكم.